عملت فراخ مشوية بصوص البصل المكرمل من الوصفات السريعة والمنجزة. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. دي فرخة متقطعة 8 قطع، يعني كل ربع قطعته لجزئين. للتتبيلة بقى احتجت بصلتين حجم متوسط وطماطماية حجم كبير. علشان اجهز التتبيلة، اول حاجة عملتها ان انا ضربت البصلتين والطماطم دول مع بعض كويس في الكبة. بعد كده ضفت عليها التوابل مش كتير، هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وشوية من توابل الفراخ المشكلة. ضفت كل التوابل دي مع التتبيلة وقلبتهم مع بعض كويس. بعد كده بدأت ان انا اتبل بيها الفراخ، وهبدأ ان انا احط كل التتبيلة دي بين اللحم والجلد، اهم حاجة عشان تتشرب اللحم كويس جدا من طعم التتبيلة. غطيتها وسبتها في التلاجة تقريبا ساعتين، ممكن نص ساعة اقل حاجة، بس حاولوا تسيبوها شوية في التتبيلة في التلاجة. بعد كده قطعت بصلتين كبار جوليان ورشيت عليهم شوية من الملح والفلفل الاسود ودعكتهم كويس جدا مع بعض. دي هحطها في الصينية تحت الفراخ، وهو ده البصل اللي هيتكرمل. بعد ما دمجتهم كويس مع بعض حطيتهم بقى في الصينية كقاعدة للفراخ. بعد ما رصيتهم في الصينية تقريبا كده فات ساعتين، خرجت بقى الفراخ من التتبيلة وبدأت ان انا ارصها فوق البصل ده. واي تتبيلة متبقية معاكوا كده حطوها فوق الفراخ. الاول هنخليها على نار هادية خالص ومتغطية على البوتاجاز من فوق لغاية لما تستوي. بعد ما تستوي دخلتها الفرن تحت الشواية تاخد اللون ده. وبس كده، جربوها وقولي رأيكم.